أصحاب الرسول في مدرسة الرسول تعلموا الكثير، تدارسوا الأقوال ومارسوا الأفعال، نقلوا العلم الغزير. أصحاب الرسول كشجرة الزهور بحدائق الإيمان، بعطرها يفوح على مر العصور بالحب والسلام. أصحاب الرسول في مدرسة الرسول تعلموا الكثير، تدارسوا الأقوال ومارسوا الأفعال، نقلوا العلم الغزير. أصحاب الرسول كشجرة الزهور بحدائق الإيمان، بعطرها يفوح على مر العصور بالحب والسلام. أصحاب الرسول فتحوا لنا العقول وطمأنوا القلوب، هم قدوة الأجيال وذللوا المحال واروا لنا الدروب. هذا هو تبع ملك اليمن قبل حوالي 1000 عام من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبع هو لقب ملك اليمن قديما، مثل كسرى لقب ملك الفرس وقيصر لقب ملك الروم. خرج تبع اليمن حسان بن أسعد الحميري مع آلاف من جنوده وعلمائه وحكماء بلده في جولة كبيرة حول العالم. كلما يدخل بلداً يفتحه ويأخذ منه 10 من أفضل حكمائه وعلمائه. شيء عجيب. الوزير عماريس. أمر مولاي. أرأيت في كل البلدان التي دخلناها قبل مكة كم كان الناس يهابوننا ويخشوننا ويفعلون ما نأمرهم به؟ نعم يا مولاي. فما بال أهل هذا البلد لا يهابوننا ولا حتى يتوددون إلينا؟ هكذا أهل مكة يا مولاي، إنهم يحتمون بالكعبة والحرم. كيف يحتمون بهما؟ الناس جميعا يأتون من كل مكان ليحجوا هنا في الحرم ويطوفون حول الكعبة، ويستضيفهم أهل مكة ويقومون على خدمتهم. فلا يحاول أحد طيلة العام أن يسبب لهم أي ضيق أو يعترض قوافلهم التجارية مثلا. تقصد أن الكعبة هي سر قوة أهل مكة؟ نعم يا مولاي. حسن، فلنهدم إذن الكعبة. نهدم الكعبة؟ نعم، حتى لا يكون على الأرض أحد أقوى منا. سنهدم هذا البيت كله، وهذه الكعبة ستسمى بعدها خربة. ماذا يمكن أن أفعل الآن؟ مرض الملك وعجز كل الأطباء عن علاجه. ماذا لو مات الملك وأصبح الجيش بلا زعيم؟ كيف سأواجه الفتن التي ستنشأ بعد هذا الفراغ؟ وقد يطمع كثيرون في السلطة. هل سيقتل الجيش بعضه بعضا؟ سيدي عماريس، كبير العلماء، عرفت من الأطباء أن مولاي الملك بين الحياة والموت. هذا ما كنت أخشاه، أن ينتشر الخبر بين الجيش. اطمئن يا سيدي، فأنا أستطيع أن أعالج مولاي. ماذا تقول؟
ستعالجه حقا؟ نعم. وماذا تنتظر؟ هيا سريعا لتدركه قبل الموت. انتظر يا سيدي، فإن لي شرطا واحدا قبل أن أدخل على الملك وأعالجه. ها؟ أي شرط؟ أن يفصح لي الملك بكل صراحة عن نواياه. أية نوايا تقصد؟ نواياه تجاه مكة والبيت الحرام والكعبة المشرفة. وكيف عرفت أن للملك نوايا تجاه كل ذلك؟ لن أستطيع الآن الإجابة على أي سؤال، بل أريد من الملك أن يجيبني على سؤالي. وأنا لن أستطيع أن أدخل على مولاي الملك وأقول له إنك ستعالجه بشروطك. إذن أجبني أنت على هذا السؤال. وكيف لي أن أعرف نوايا مولاي؟ أنت وزيره الأول وكل أسراره معك. ها؟ لا 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 لا، ليس لدي أي أسرار. وأنا ما زلت على موقفي، لن أعالج الملك قبل أن يصارحني بكل نواياه. لماذا لا تسد أنفك كالآخرين؟ ألست متأففا من هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث مني ولا أعرف سببها حتى الآن؟ سأخلصك من مرضك ورائحتك يا مولاي، على أن تتخلص من نيتك السيئة. أية نية؟ التي ستصارحني بها الآن. بل أنت الذي ستصارحني. كيف عرفت أن لدي نية سيئة؟ من مرضك يا مولاي، يبدو أنك قررت أن تهدم البيت الحرام والكعبة المشرفة. لذلك قرر صاحب البيت الذي تنوي هدمه أن يصيبك المرض ليعجزك عن هدمه. هكذا فعل مع كل من حاول هدم البيت قبلك. ومن صاحب البيت؟ صاحب البيت هو الله الذي بناه. الله؟ نعم، بنته الملائكة في بادئ الأمر، ثم رفع القواعد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل بأمر من الله. ولكن أهل مكة على الشرك ويعبدون الأصنام. يعبدونها حاليا، ولكن سيأتيهم عاجلا أو آجلا ما يوحد كلمتهم على دين جديد، على ملة أبيهم إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. تعني أن رب الكعبة قد عاقبني بالمرض لأنني فكرت في هدمها؟ وإذا غيرت نيتك السيئة تجاه الكعبة والبيت كله فسوف يكشف عنك المرض. أواثق أنت من ذلك؟ نعم يا مولاي، أحسن نيتك تجاه البيت وأهله وستشفى من مرضك بإذن الله. أحسن نيتي تجاه البيت وأهله؟ عمل تبع بنصيحة كبير علمائه، بدل نيته وقرر ألا يهدم الكعبة، بل تقرب إلى صاحب البيت رب الكعبة فكساها ب7 أثواب، فكان أول من كسى الكعبة في التاريخ. حمدا لله على سلامتك يا مولاي. كان كبير العلماء على حق عندما أحسنت نيتي تجاه الكعبة شفاني رب الكعبة. أتؤمن يا مولاي أن للكعبة ربا يستحق عبادتنا له؟ نعم يا عماريس، وأتعجب من أهل مكة كيف يعبدون الأصنام وهم بجوار الكعبة. فمن هو إذن رب الكعبة؟ هو رب إبراهيم صاحب دين الحنيفية. وكيف نعبده إذن؟ ربما تجيبنا الأيام عن هذا السؤال. تعني أننا سنظل في مكة؟ لا يا وزيري الأول، سأبقي في مكة بعضا من أفراد الجيش لحمايتها وحفظها من كل شر. وباقي الجيش يواصل معنا رحلتنا حول الأرض. وما هي وجهتنا القادمة؟ نصحني كبير العلماء أن أتجه إلى يثرب. يثرب؟ وهل ستعمل بنصيحته الثانية؟ بالطبع،
فأنا لم أشف من سقمي إلا عندما عملت بنصيحته الأولى. انطلق جيش تبع إلى يثرب عملا بنصيحة كبير العلماء. أهذه هي يثرب؟ نعم يا مولاي. ليتنا ما جئناها، فما وجدنا فيها سوى عين ماء، ولا تستحق منا السفر والجهد والعناء. أين البيوت؟ أين النباتات؟ بل أين السكان؟ أهل يثرب قليلون جدا، ويوجد بعض اليهود على أطراف المدينة. إذا نقتلهم قبل أن نرحل من هنا، حتى لا يقيموا دولتهم اليهودية على مقربة من الكعبة في مكة. ولكننا ما جئنا لنحارب يا مولاي. تعرف خطر اليهود في العالم كله. ها؟ أنا مع الوزير عماريس يا مولاي، فالوقت الآن ليس وقت حرب. إذا نرحل من يثرب هذه سريعا بعد أن ضيعنا فيها وقتا طويلا دون فائدة. مولاي. عماريس، هل جهزت الجيش للرحيل في الفجر؟ نعم يا مولاي، ولكن ماذا؟ نفر من الجيش يرفضون الرحيل. يرفضون الرحيل؟ كيف يعصون أوامري؟ إنهم يقولون يا مولاي. لا أريد أن أعرف ماذا يقولون. أؤمر قائد الجيش ليقتلهم فورا مقابل عصيانهم. إنهم يا مولاي العلماء 400 من خرج معنا من اليمن، ثم أضفنا إليهم علماء البلاد الأخرى. العلماء جميعهم يرفضون الرحيل؟ نعم. ولما؟ أرى يا مولاي أن تجلس معهم وتعرف أسبابهم. لن أجلس معهم. أخبر كبيرهم يأمرهم بالعودة معنا إلى اليمن. كبير العلماء يا مولاي يصر هو الآخر على أن يبقى معهم، بل هو الذي أقنعهم بالبقاء هنا. كبير العلماء؟ هذا الذي أطعته في كل شيء نصحني به يأتي الآن ويقود حملة العصيان؟ يبدو يا مولاي أنه يكتم سرا خطيرا، ربما أباح به لجلالتك على وجه الخصوص. سلام للصحابة من رب عظيم، أولئك من أتوا الله بقلب سليم. لدى نلقى الأحبة محمدا وصحبه، عقولهم مضيئة قلوبهم جريئة. لدى نلقى الأحبة محمدا وصحبه، تحملوا الرسالة من خير من يقول أصحاب الرسول. سلام للصحابة من رب عظيم، أولئك من أتوا الله بقلب سليم. لدى نلقى الأحبة محمدا وصحبه، عقولهم مضيئة قلوبهم جريئة. لدى نلقى الأحبة محمدا وصحبه، تحملوا الرسالة من خير من يقول أصحاب الرسول. لدى نلقى الأحبة محمدا وصحبه، صحابة البشير نجومهم تنير. لدى نلقى الأحبة محمدا وصحبه، مواقف البطولة تسمو بها الرجولة. من